اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده على قناتنا جديلي سبورتس. معاكم محمد جد الله. وطبعا عندنا النهارده زي ما حضراتكم شفتوا الهلال السعودي يسطر تاريخ من ذهب. كسب فلامينجو في نصف النهائي دوري او كاس العالم للانديه وصعد للنهائي بمكسب كبير جدا 3 اهداف. طبعا المباراه شهدت سيناريو غريب جدا وكان سيناريو خدم الى حد ما نادي الهلال، ولكن نقدر نقول ان النادي الهلال نادي قوي جدا، فنان عالي جدا. رامون دياز فعلا مدرب كبير وعظيم، والاهم من كل ده عايزين نقول ان العرب الفتره الاخيره جدا عاملين انجازات على مستوى اذا كان كاس العالم زي المغرب او النادي الاهلي او الهلال، فالحمد لله نقدر نقول نجاحات العرب في الفتره الاخيره جدا في الكره بشكل عام. ولكن اللي يهمنا النهارده عايزين نتكلم مع حضراتكم عن تحيه وشرحنا الفني عن المباراه بشكل سريع جدا، وازاي قدر الهلال يقتنص المباراه. ومش هنقدر نقول مفاجاه بقى للنادي الهلال فريق كبير، ولكن ازاي الهلال قدر يكسب فلامينجو في نصف النهائي. يلا بينا نبدا الحلقه. بدايه كده زي ما حضراتكم شايفين طبعا وعرضنا حضراتكم على شرحنا على البورد ده كل حلقه، نادي الهلال كان بيلعب في بدايه المباراه ب4-3-3، ولكن احنا عايزين نتكلم عن شقين فنيين. المشكله اللي وقع فيها الهلال في الشوط الاول والناحيه الهجوميه الدفاعيه اللي وقع فيها، والناحيه الهجوميه وازاي قدر رامون دياز من هذا الخطأين يطور من نفسه ويكون سبب في الفوز في المباراه. اول حاجه نادي الهلال كان بيلعب في بدايه المباراه ب4-3-3، ولكن زي ما حضراتكم شايفين جدا كان بيلعب بالثلاثه اللي في وسط الملعب اللي هم كانوا كيلار وكاريو، وكان طبعا هنا بيلعب فيتو كصانع لعب رقم 10. ففي بدايه المباراه كان فلامينجو بيلعب. المشكله الفنيه اللي وقع فيها نادي الهلال اللي عايزين نقولها ان هو وقع كان بيلعب في ظهر قد الفندرات بتاعه نادي الهلال، ودي اللي جه منها الجون الاول من فلامينجو. كانت مشكله كبيره جدا زي ما حضراتكم شايفين، بيلعبوا في الحته دي كلها اللي في خط الديفندر بتاعه نادي الهلال السعودي، ودي اللي كانت مشكلتها ايه بقى؟ ان كان بيلعب 3 وكان فيتو بيلعب رقم 10، والديفندرين دول كانوا كيلار وكاريو كانوا بيلعبوا كاتنين بس، وبالتالي كان عامل وراهم فجوه. ولكن تداركها رامون دياز في الشوط الثاني لما خلى بقى فيتو يرجع كديفندر ثالث، وعمل تغيير تكتيكي وخلى موسى ماريجا يلعب كمهاجم في شغل فني نشرحه مع حضراتكم. ولكن المفيد اللي احنا عايزين نقوله ان هو كان فلامينجو في بدايه المباراه كان بيلعب في ظهر الديفندرات بشكل كبير جدا وجاب منها الجون، وايضا كان نادي الهلال كان عامل الى حد ما مطير شويه وسط ملعبه لانه كان مهاجم في بدايه المباراه، ولكن دخل في الجون تراجع الى حد ما. ولكن اول ما جاب الجون الاول في الدقيقه 5 نادي الهلال فرقت معاه جدا، عشان بالتالي احنا بنقول لحضراتكم هنستنبط منها جزئيه ان هم تراجعوا بشكل كبير. ولكن المشكله الفنيه اللي وقع في هذا الهلال زي ما قلنا ان كان بيلعب في ظهره نادي فلامينجو، كان بيلعب في ظهر الديفندرات بشكل كبير جدا، وبالتالي رامون دياز قدر بعد كده يحول الجزئيه دي لصالحه في الشوط الثاني. خلينا نتكلم بقى مع حضراتكم ان هو لما لعب بقى بتاع الديفندرات في الشوط الثاني رامون دياز وحاول يدرك الموقف مره ثانيه. هو لعب ب3 في الاول، بعد كده لعب في 2 لقى المشكله فيها فنيه، بعد كده رجع ب3 ثاني. ولكن احنا عايزين نقوله ان هو لعب ب3 ديفندرات، لما الماتش فتح معاه لعب ب2 تاني واستقر وبقى لعب بمين؟ كويلار وكاريو في الديفندرات، تمام؟ ولعب هنا فيتو صانع لعب، وخلى موسى طبعا حضراتكم عارفين موسى ماريجا بيلعب في الشمال، ودوسري كان في الشمال، وما موسى كان بيلعب في اليمين، وقدام كان ايجالو. فالفكره كلها ان هو لعب بشكل هجومي ولعب على الاجنحه بشكل كبير جدا. كان موسى باين جدا في المباراه ان هو كان عليه دور كبير جدا، ولكن كان الباك الشمال لنادي فلامينجو كان تعبه قوي، عشان كده كان بيرجع الى حد ما يدافع شويه وبحيث يغطي مع الباك اللي كان عليه ضغط كبير جدا من ناحيه الشمال، اللي هي كانت عامله مشكله كبيره جدا في ظهر الديفندرات بتاع النادي الهلال السعودي مع رقم 10 صانع لعب نادي فلامينجو. ولكن اللي تحسب بقى رامون دياز الجزئيه الهجوميه عايزين نقولها اللي هو كان واقع فيها الشوط الاول، ان كان اجنحته مش قوي مع سالم الدوسري كانوا بيرجعوا دفعوا بشكل كبير جدا، دي كانت مشكله هجوميه. فبالتالي مين هيحلها بقى؟ ان انت لما تحلها عايز حد يسحب لك، وبالتالي الراجل عمل فكره عجبتني، طلع ايجالو طلعه ودخل مكانه موسى كمهاجم مكانه. وبالتالي ظهرنا في الصوره مع حضراتكم هنا لما موسى نزل كمهاجم، كان لما يكون نادي الهلال السعودي مضغوط بشكل كبير جدا كان الراجل موسى بيقف على اول الدقيقه السنتر وبيقدر يسحب نادي الهلال ويقدم اجنحته في النقله الهجوميه للهجمات بتاعته.
وظهرت جدا الشوط الثاني الجزئيه دي، ودي الجزئيه رامون دياز لعب عليها قوي، ان هو عجبتني لما خلى موسى من جناح يمين حطه كمهاجم صريح، ولكن نقدر نقول وهمي، ان هو كان بيلعب على جزئيه السرعه، وبالتالي جابت في الهدف الثالث زي ما حضراتكم شايفين في الصور، نقل الهجمه من نص الملعب الى حد الجزء الهجومي لنادي الهلال والدفاع لفلامينجو. فبالتالي الراجل استغل الطرد اللي حصل لنادي فلامينجو في نهايه الشوط الاول، وقدر يستغله بشكل كبير جدا في ان هو يحط حد يسحب الفرقه لقدام زي ما زي ما حضراتكم شايفين في الصور دلوقتي. عايزين بقى نتكلم عن شق مهم جدا، وهو قبل ما ننهي مع حضراتكم، ان هو رامون دياز كان في بعض اللقطات اللي هو كان بيقول له 1-1، يعني هو كان بيشير لايه؟ بيشير لان موسى يرجع يدافع كديفندر ثالث مع كويلار كويلار وكاريو كمديفندر، ويخلي الاجنحه تنزل لما جاب الهدف الثالث. فانتم متخيلين ان رامون دياز من كتر ما هو مدرب عظيم يقول لمهاجم يجي من الديفندر يطلع كمهاجم ويرجع في الناحيه الدفاعيه يرجع يدافع كديفندر ثالث، عارف هو رايح فين كموسى؟ فده شغل فني عالي قوي قوي قوي. بالتالي بشكل كبير جدا نادي الهلال السعودي لعب فعلا فنيا وتكتيكيا، ولكن انا ما اقدرش انكر مع حضراتكم ان سيناريو المباراه خدمه زي ما خدم النادي الاهلي السنه اللي فاتت في كاس العالم للانديه، لما طرد منهم باثنين في بدايه المباراه والنادي الاهلي قدر يكتسح بشكل كبير جدا. ولكن نادي فلامينجو كان نادي كبير ونادي قوي وتكتيكيا كويس، ولكن برضه ما نقدرش يعني نخيب ظن نادي الهلال السعودي ان هو بصراحه بشكل كبير جدا كان عامل اداء بصراحه ممتاز على الناحيه التكتيكيه، وبرضه على مستوى الافراد عنده ناس كبيره جدا، سالم الدوسري وموسى وكاريو وايجالو قدام، لا ناس قويه جدا 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 بصراحه، غير ان هم ما بيلعبوش بره. فبالتالي يحسب النادي الهلال السعودي نادي كبير جدا، يحسب لجماهيرهم بصراحه ان هم عندهم فرقه وتيم قوي جدا على الناحيه الفنيه والبدنيه. انا بصراحه بحيي من هنا نادي الهلال السعودي، ولكن انا حابب انوه التكتيكات اللي لعب بيها رامون دياز، وازاي قدر يحول المباراه لما كانت رايحه عليه وفي صفه في بدايه المباراه، وقدر يمتص الحماس، وبعد ما جاب الجون تراجع شويه، بعد كده قدر يلاقي ناحيه تكتيكيه. فشغل فني ظهر في بدايه المباراه وتريكات كده حابين انوهها مع حضراتكم رامون دياز عملها في المباراه. فاحنا كده حبينا نقول لحضراتكم شرحنا فني للمباراه. طبعا سيبقى طبعا زي ما حضراتكم عارفين النادي الاهلي وريال مدريد المواجهه المرتقبه. انا طبعا حضراتكم نزلت فيديو على القناه بتكلم عنه ازاي النادي الاهلي هيقدر يلعب مع ريال مدريد وروجيتا للخروج من المباراه بره الامام. اتمنى حضراتكم تشوفوها وتنال اعجابكم باذن الله، وبكده طبعا نكون وصلنا مع حضراتكم لنهايه الحلقه. قبل ما ننهي الحلقه توقعاتك نادي الهلال السعودي في النهائي يا ترى يكون معاه مين؟ ده اللي هنشوفه ان شاء الله الفتره الجايه وخلال بعد مباراه النادي الاهلي وريال مدريد. اتمنى نشوف تعليقاتكم وتشوفوا توقعاتكم في التعليقات. كده نكون وصلنا مع حضراتكم لنهايه الحلقه. لو عجبتك الحلقه مش تدعم لايك وسبسكرايب للقناه، ودعم صفحتنا على البيج على الفيسبوك باسم جديليو سبورتس، والاكونت الشخصي والاكونت تيك توك باسم جديليو 99. كان معكم اليوم محمد جد الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.